هقول لكم في الفيديو ده على الطريقة المثالية لمعالجة تسويس أو تعشيش الخرسانة. مبدئيا قبل ما نبدأ في عملية المعالجة لازم يكون عندنا الحاجات دي. أول حاجة عدة تكسير يدوية اللي هي أجنة ومسمار ومطرقة علشان نكسر بيها أي أجزاء ضعيفة في الخرسانة قبل ما نبدأ عملية المعالجة. تاني حاجة يكون عندنا فرشة سلك علشان نصنفر بيها سيخ حديد التسليح، فلو في لباني أسمنت على السيخ نشيله، ولو في أكسدة أو بدايات صدى نشيلها بالفرشة السلك. تالت حاجة يكون عندنا بيتونال وده مزيل صدى علشان لو في بدايات صدى أو صدى في حديد التسليح نشيله بالبيتونال، لأن الفرشة السلك صعب تشيل الأكسدة الشديدة أو بدايات الصدى. رابع حاجة ده كيمابوكسي 131 وده دهان مانع للصدى علشان بعد ما ننضف سيخ حديد التسليح ونشيل الصدى اللي فيه ندهنه بمادة مانعة للصدى. دي فرش شعر ودي اللي بندهن بيها البيتونال او كيمابوكسي 131 على حديد التسليح. ده اديبوند 65 وده مادة ربط علشان نربط بمادة الريبير او المعالجة وبين الخرسانة القديمة على العمود. الاديبوند ده ممكن ندهنه بالفرش الشعر او ممكن نرشه على التسويس او التعشيش اللي بنعالجه سواء كان في عمود او سقف او كاميرا او اي جزء من اجزاء الخرسانة. واخيرا مادة الريبير او المعالجة ودي بتكون جراوت او سيكا ريب او ما يعادلهم في اي شركة تانية. وطبعا يكون عندنا عدة الريبير زي البروة وزي لوح المونة اللي هي تعتبر عدة المحارة العادية. اول خطوة بنعملها ان احنا بنكسر الاجزاء الضعيفة من الخرسانة زي ما انتم شايفين كده، وبنستخدم في التكسير العدد اليدوية زي المطرقة والأجنة أو المطرقة والمسمار. وما ينفعش نستخدم الهيلتي لأن الهيلتي هيعمل تصدعات أو هيعمل شروخ في الخرسانة لأن بيعمل اهتزازات جامدة جدا في الخرسانة. عشان كده لازم نستخدم عدد يدوية في تكسير الأجزاء الضعيفة من الخرسانة. بعد كده بنصنفر حديد التسليح بالفرش السلك. فرش السلك ممكن نستخدم فرش السلك اليدوية اللي قدامكم دي او نركب اسطوانة فرشة سلك كوباية في الصاروخ. فايدة الصنفرة ان احنا بنشيل بواقي الاسمنت او لباني الاسمنت اللي على حديد التسليح، وبنشيل اي احمرار او اكسدة في حديد التسليح. بعد كده بنغسل مكان التسويس او التعشيش بالمية علشان ننظف الخرسانة من اي تراب عليها. بعد كده بندهن حديد التسليح بمادة البيتونال باستخدام الفرشة الشعر زي ما انتم شايفين كده. فايدة البيتونال زي ما قلنا بنشيل اي اكسدة او بدايات صدى على الحديد ونرجع حديد التسليح جديد. بعد ما دهان البيتونال بينشف على حديد التسليح وبعد ما نتأكد ان حديد التسليح رجع جديد تاني ومفيهوش اي صدى بنغسل حديد التسليح بالمية كويس جدا علشان نبدأ ندهنه بالمادة المانعة للصدى اللي هي كيمابوكسي 131 او ما يماثلها في الشركات التانية. بعد كده بندهن حديد التسليح بمادة كيمابوكسي 131 باستخدام الفرشة الشعر زي ما الراجل المحترم ده شغال كده. بنحاول ان احنا نغلف حديد التسليح بالمادة على قد ما نقدر بحيث ان احنا نمنع احتمالية حدوث اي صدى في حديد التسليح مع مرور الوقت. وبعد ما كيمابوكس 131 بينشف بنبدأ ندهن الخرسانة القديمة بمادة الربط اللي هي الاديبوند 65 علشان نضمن تماسك الخرسانة القديمة مع مادة الريبير او المعالجة. احنا هنا بنستخدم مادة سيكا ريب، ممكن نستخدم مادة سيكا جراوت او ما يعادلهم في الشركات التانية. اي مكان هيتحط عليه مادة الريبير لازم يكون مدهون بالاديبوند. وفي النهاية بنحط مادة الريبير او الترميم على اماكن التسويس والتعشيش، والمادة بتاعت الترميم دي تتخلط بالمية بس ولازم تتقلب تقليب ميكانيكي بالهيلتي.
والمفروض ان بعد ما المادة تنشف، يعني ممكن من تاني يوم المادة اتعملت، ان احنا نعالجها بالرش بالمية لمدة اسبوع علشان نوصل لاكبر اجهاد ممكن.